جبت الطاجن بتاعي ونزلت ب3 بطاطسيات مقطعاهم يا بنات. البطاطسيه بقطعها من النص، وباخد كل نص اقطعه على 3 بالشكل ده بالطول. طبعا تقطيعه براحتك، بس دي احلى تقطيعه. ونزلت بفلفلايه، نص فلفلايه حمراء على نص فلفلايه صفراء على نص فلفلايه رومي كبيره او فلفلايه لو صغيره شويه، وعلى قرن فلفل حامي. وحطيت معاهم كمان قشر 4 ليمونات. انا خدت العصير بتاعهم هستخدمهم دلوقتي. وهنا بقى انا كنت مقطعه صدر فرخه كامل، مقطعاه شرايح ستريبس يا بنات زي كده. طبعا عايزاه مكعبات براحتك، ويا سلام كمان لو بالشيش هيبقى احلى واحلى. هنا بقى اجيب بوله صغيره وانزل بعصير ال4 ليمونات، وانزل عليهم بفنجان من الزيت، وعليهم معلقه كبيره كده من عسل النحل. لو ما عندكيش عسل نحل حطي معلقه كبيره كده من السكر. ونزلت عليهم معلقه صغيره من الثوم، ومعلقه صغيره من هريسه الشطه. لو ما عندكيش استبدلي بالشطه. ومعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، وحطيت معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الزعتر، وكمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. ودي لو مش عندك تمام، يعني انا كانت عندي فحبيت ان انا احطها. بس كده اديها بقى تقليبه حلوه قوي، وانزل بقى بالخليط اللي انا عملته ده على الفراخ بتاعتي بقى والخضار بالشكل ده. واحاول كده ايه، اخلي الفراخ والخضار يشربوا من الخليط ده، وارصه كويس جدا بالشكل ده. انا كده خلصت. احطهم بقى على جنب، وبحضر بقى الشوربه بتاعته بقى، يعني الصوص بتاعه اللي المفروض. حطيت كوبايتين من الميه المغليه، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من البصل البودر، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البابريكا. وحطيت كده ايه مكعب مرقه دجاج، طبعا اللي مش عايز براحته. ادوبه بقى كويس قوي، وانزل بقى بيه على الطاجن بتاعي بالشكل ده، واديله كده تقليبه كويسه. وطبعا نظبط الملح بتاعه، انا كان الملح كده تمام قوي. واغطيه بورق الفويل، وادخله على الفرن على اعلى درجه حراره. هيقعد معانا ساعه بس يا بنات. ونشيل ورق الفويل ونديله بس تحت الشوايه، يعني دقيقه بس ولا دقيقتين، ياخد بس وش، هيبقى بالشكل الخطير ده. شايفين الصوص يا بنات؟ تحفه، خطير. والبطاطس مستويه خطيره يا بنات. وطعم الليمون مدي مزازه حلوه جدا للطاجن. هيعجبكم قوي بجد يا بنات، اعملوه هيعجب ولادكم. شايفين البطاطس مستويه ازاي؟ والفراخ خطيره. ده بقى يتقدم مع شويه رز كده بشعريه ولا رز ابيض، والله. اعملوه، هستنى رايكم فيه. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، وبألف هنا.